يا وسهلا بكم لكم التكنولوجيا وسامسونج قاعد على موبايلاتها الجديده الفولدبلز سنه 2024 من مدينه باريس في فرنسا. الموبايلات الجديده هم اتنين، الفولد 6 والفليب 6، ساعتين جداد هم الواتش 7 والواتش الترا، سماعتين جداد البادز 3 والبادز 3 برو اللي شبه الايربودز برو قوي، بالاضافه لاختراع جديد كليا هو الجالاكسي رينج، خاتم من سامسونج. هنبدا كلامنا على سامسونج جالاكسي فولد والفليب اللي معظم الفيتشرز الاي اي مشتركه ما بينهم، ما عدا كام فيتشر كده مخصوصين للفليب ودي حاجه جديده السنه دي. بعد كده هنتكلم على كل المنتجات بتاعتك في كوبايه النسكافيه بتاعتك كده ايه، وركز معايا عشان الموضوع هيطول. نبداها بالفولد، والفولد السنه دي وزنه 239 جرام وده اخف سامسونج فولد انت مسكته في حياتك. الوزن ده اتقل 6 جرام فقط من الجالاكسي اس 24 الترا، والموبايل كمان 11% ارفع من الفولد 5. الموبايل رفيع جدا، واللون السيلفر بتاعه السنه دي اسمه سيلفر شادو، ظل فضي، وده بصراحه مش لون سيلفر واضح ولكن هو لون سيلفر كده تحس ان هو فيه لايرز، طبقات من الظل اللي لونه سيلفر. لون جديد لما تمسكه وتبص عليه في ايدك كده هتحس ان هو لون كده 3 دي شويه. بالاضافه كده بيجي كمان باللون البينك واللون النيفي بلو واللون الازرق، والثلاث الوان دول موجودين في مصر والشرق الاوسط رسميا. ده بالنسبه لديزاين الفولد من بره. لو هنقلب الناحيه الثانيه ونتكلم شويه على الفليب، فاكبر ديزاين هتشوفه واضح جدا في الفليب ان السنه دي الكاميرات بتاعته بقت كاميرات واخده نفس لون ظهر الموبايل والفريم بتاع الموبايل. الفولد او الفليب السنه دي لما تبص عليهم هتعرف ان دول الجداد 100%، ودي حاجه مش كل سنه سامسونج بتعملها. والجديد برضو في الموبايلات دي السنه دي هي الاي اي فيتشرز، والاي اي فيتشرز الموجوده هنا هي اكتر من الاي اي فيتشرز اللي كانت موجوده في الاس 24 الترا. وخليني اقول لك ايه الجديد. واحده من اهم الفيتشرز السنه دي في الموبايلات بتاعت سامسونج هي اسمها السمارت اي اي ريبلايز، ودي بتتعرف على اخر 7 رسائل مبعوثين في الكونفرزيشن دي، سواء هي على واتساب، على ماسنجر، على مسجات عاديه، وبتقترح عليك شويه ريبلايز. خلينا نشوف مع بعض سوا ايه اللي هنا الموبايل مقترح. احنا عملنا كده، اخترنا المسجز، يقول لك بقى ايه، رحت الجيم نوت يت بات اي ويل جو سون، هروح بعدين. او مثلا نوت يت جاست لات وكنت رحت الجيم بس رحت اتمشيت. او مثلا يرد على السؤال الثاني بتاع الشغل، ايه اخبار شغلك النهارده؟ جاست بيت تايرد افتر ورك، تعبان شويه بعد الشغل. السمارت ريبلايز دي معموله عشان ترد على المسجات بسرعه من شاشه الفليب حاليا، ده الفيتشر هم مركزين عليها، ولكن مش عارفين اذا كانت هي هتنط للفولد كمان ولا هتحتفظ بس للفليب. بس ايا كانت هي ايه، هي فيتشر جامده جدا. بس الجديد في الموبايلين السنه دي في الفولد والفليب حاجه تسمى بالتلخيص السمرايز والترجمه الترانسليشن. لو انت معاك فايل PDF مكتوب بلغه مش مفهومه، الكوري مثلا، هتدوس على زرار الاي اي وتدوس ترانسليت يحولها لك عربي، ومش بس بيحول PDF، كان بيحول الرسومات ويحط لك تكست فوق الرسمه. طب لو PDF دي طويله عليك وعايز تلخصها، هتدوس على سمرايز وتقلب الموبايل بالجنب كده وهتشوف النسخه السمرايزد والنسخه الطويله جنب بعض. والكلام ده يا جماعه مش مجرد بيشتغل في ابلكيشنز معينه، الكلام ده بيشتغل تقريبا في كل حته. ولو دلوقتي فاتح ارتكل في البراوزر مثلا، الارتكل دي مكتوبه باللغه الانجليزيه، عايز تترجمها بتدوس على علامه الاي اي ممكن تقول له ترانسليت وبيترجم. يوقع صفقه تركيه BYD منافس تسلا الصيني بقيمه $1 مليار مش عارف ايه. كلام جميل جدا. طيب عايز تلخص برده، ده بيشتغل، تدوس عليه وتدوس سامرايز، هيلخص لك الارتكل دي كلها في شويه كلام. ونفس الفيتشر هتقلب الموبايل هتلاقي هنا السمري بتاعها في كام سطر، ولو عايز تقرا الكلام كله تقراه براحتك. ودي فيتشر من احلى فيتشرز ان انت بتسرع استخدامك للموبايل. طبعا كل فيتشرز السيركل تو سيرش اللي شفناها في الاس 24 موجوده هنا برضه في الفليب وفي الفولد، ولكن زاد عليها كده حاجه لذيذه جدا، وهي دلوقتي انك لو عندك ماث ايكويشن تروح كده مصورها بالموبايل وتعمل عليها دايره، يروح حل لك الايكويشن دي بالستبس. ده غير طبعا انك تقدر توجه موبايلك على اي صوره ويترجمها لك جواها، بس دي كانت فيتشر موجوده زمان في جوجل ترانسليت لكن دلوقتي بقت اذكى شويه. نروح بقى لاروش فيتشر السنه دي موجوده، وهي البورتريت ستوديو. لو انت حد بتصوره كده وصورت صوره بورتريت لذيذه، بعد كده فتحت الاديتور بتاع موبايلك ودوست على زرار الاي اي، مبدئيا عندك الاختيار انك تشيل الناس من الخلفيه، حاجه قديمه ولذيذه وحلوه، ولكن السنه دي عندك زرار اسمه بورتريت ستوديو، بتدوس عليه وبيكون عندك 4 اختيارات تحفه. كان زمان الاي اي لما بيطلع لك صور كانت بتكون مضحكه ولذيذه وفن ومش شبهك وتقعد تهزر بيها، لكن السنه دي الصور دقيقه وبروفيشنال قوي قوي، لدرجه انك ممكن الحاجات دي تدفع فيها اصلا $50 وال$60 عشان حد فنان يرسمها لك. انت ممكن تخلي صورتك كوميك، 3D كرتون، ووتر كولر، او حتى سكتش. برضو خليك عارف ان كاميرا الفليب الخلفيه دلوقتي بقت 50 ميجا بكسلز، فده بيعمل لك فيتشر من احلى فيتشرز وهي الاوتو زوم. موبايلك الفليب هيعمل زوم من 0.6 لحد 3x زوم. الفيتشر دي يا جماعه بتشتغل كالاتي، بتشتغل بالاي اي، بتعمل زوم لما تحس ان انت عايز تتكلم كلام عميق كده وبتقرب للكاميرا، ومجرد ما ترجع لورا هتروح عامله زوم اوت عشان تجيبك انت وكل جسمك واصحابك كمان. تعالى يا ابني، تعالى
اهلا وسهلا بيك، اهلا وسهلا، شكرا يا اصحابي. وجماعه الفرق في الصور ملحوظ قوي في فليب. للاسف انا ما قدرتش اصور ده عشان الموبايل ده كان تحت حاجه اسمها امبارجو، فما ينفعش ان اتكلم عن الموبايل او اخد منه صور كده، كان ده هيكون في الريفيو اكتر. ولكن فعلا الصور خارج الموبايل ده المره دي هي صور الالترا. الفولد وفليب السنه دي برده نطوا الاي بي 48 بعد ما كانوا اي بي اكس 6، فده يعتبر ابجريد من حته الاتربه، اللي هو ما بقاش ضد الاتربه قوي بس بقى ضد الاتربه الكبيره. يعني ما تتوقعش رمل البحر هيبقى تمام بالنسبه لك، لا الموبايل ممكن يبوظ من رمل البحر، ولكن لو في رملايه تخينه مثلا جت على جهازك لا امان، مش هتدخل جواه او هتبوظه. برده دلوقتي بقى عندك اتش دي ار فيديوز من جوه كاميرا الانستجرام على الفولد او الفليب، بالاضافه للنويز قليله جدا. فاكرين فيتشر الترانسليشن كانت موجوده في الاس 24 اللي كانت بتشتغل فقط على المكالمات ومش عارف ايه، اللي هي تترجم لك انجلش لعربي ولا فرنش ومش عارف ايه. دلوقتي السنه دي المكالمات دي بقت شغاله على الفويب، يعني ما شغاله على واتساب كولز او ماسنجر كولز. والموضوع ده هو الموضوع الطبيعي، لانك لو بتكلم حد اجنبي مش بتكلمه على الموبايل، بتكلمه على النت. فدلوقتي انت بتتكلم مكالمه وبتترجم في ثانيه، دي حاجه لذيذه. وكمان الفيتشرز دي موجوده في كذا حته في الموبايل. الشاشتين بتوع الموبايل سواء الفولد او فليب ممكن تبقى تستخدمه عشان تتواصل مع بني ادم تاني، هو يشوف الترجمه وانت تشوف الكلام الاصلي. Hi, how are you today? كيف حالك اليوم؟ انا بخير. انت ايه اخبارك؟ وعملت ايه في باريس امبارح؟ I'm fine. Your news, and I worked in Paris yesterday. I went to work and then I went for dinner in the evening. حلو الكلام ده. لو بتحضر ايفنت وفي حد بيتكلم في الخلفيه، موبايلك بيقدر يكتب لك الكلام اللي بيتكتب والترجمه تحتيه لايف. لو مش عارف تكتب كلام معين في الكيبورد، انت ممكن تختار تون الكلام، انا عايز اتكلم بطريقه بروفيشنال وعايز اتكلم بطريقه فريندلي وصحاب وكده. وكل اللي عليك تقوله هي 3 حاجات: نوع الحاجه اللي انت عايز تعملها، دينر، ميتنج، جيم، مش عارف ايه اللي انت عايز تعمله، الساعه كام والمكان، وهو بيكتب لك الايميل كله او المسج كلها او الكابشن اللي بينزل عندك في الانستجرام. بقى في وول بيبر انتراكتيف جدا في الفليب، بتمسك الموبايل كده وتقعد تحركه فوق وتحت وتلاقي الايقونات بتنزل معاك وتطلع معاك، حاجه طفوليه لذيذه جدا جدا جدا. الفولد وفليب السنه دي بقى فيهم تطور واضح جدا. طبعا ما كانش في وقت كافي لنطلع القطط الفطسانه في الموبايل ده، هيحتاج ريفيو تفصيليه للموضوع ده، ولكن السنه دي انا متحمس اكتر قوي للفليب عن الفولد، وشايف الفيتشرز بيقدمها اروش والذ، خصوصا الاي اي سمارت ريبلايز الاكسكلوسيف للفليب. بس غير الفولد وفليب، سامسونج اعلنت عن كذا حاجه ثانيه. مبدئيا الواتش الترا، الساعه اللي بتقعد بطاريتها 100 ساعه على الباور سيفنج، اللي هي 4 ايام وساعتين. الساعه اللي فيها سارينه من اعلى السارينات اللي فعلا مزعجه في وسط حته زحمه. وانا عملت ريل اتكلمت عن الموضوع ده وكل الناس بصت لي لو انت بتسرق الساعه يا ابني. البادز 3 والبادز 3 برو اللي شبه جدا الايربودز 3 والايربودز برو 2. السماعات دي الصراحه خرجت بره الطابع البروفيشنال الاليجنت كده، ودخلت في الطابع الجيمنج الحاد اللي بينور، خصوصا في البرو. السماعات دي ما زالت سماعات ممتازه، فيها اي اي بيلت ان عشان يطلع لك صوت قوي جدا، وكامكانيات سماعه بتطلع لك دلوقتي 24 بت و96 كيلو هرتز صوت، ودي ارقام مرعبه. السماعه فيها اي اي من ناحيه الاوبتمايزنج للصوت، بس الفكره ان السماعه دي لو لقطت ان في صوت عربيه اسعاف معديه بتفصل نويز كانسليشن وتقول لك خلي بالك. لو لقطت ان في سرينه غاز ولا سرينه حاجه فاتحه بتقول لك ان في كارثه بتحصل، بتشيل نويز كانسليشن. السماعه دي فيها انتربريتر بيلت ان، مترجم فوري. انت السماعه دي لو انت لابسها وحد بيكلمك بلغه ثانيه عن طريق موبايلك، ممكن تختار انك تسمع اللغه وترد وهو يسمع اللغه الثانيه لو هو عنده نفس السماعه. السماعه دي ممكن تقول لها بلاي، باوز، نكست، بريفيوس، مجرد كلمات من غير ما تقول يا بيكسبي اعملي مش عارف، لا انت مجرد بتقول وهي بتشتغل. السماعه فيها 360 ساوند، يعني الصوت بيحوم حواليك. مش معروفه اذا كانت الصوت بيكون ثابت لما انت تحرك راسك ولا لا، ولكن هنعرف ده في الفول ريفيو. السماعه دي روشه جدا، لخصنا لكم في السريع، ولكن هتحتاج لها فيديو مخصوص ليها. ونروح لاخر منتج سامسونج اتكلمت عنه، وتقريبا هو اهم منتج في الايفنت، هو السامسونج رينج، خاتم من صنع سامسونج. الخاتم ده ممكن تستخدمه كجهاز منفصل عن الساعه الذكيه بتاعتك او تستخدمه كجهاز مكمل للساعه. سامسونج لقت ان معظم الناس بتقلع الساعه السمارت بتاعتها بالليل لما تيجي تنام، فمش بتقدر اللي هي تطلع شويه انسايتس مهمه عن النوم وعن حاجات مختلفه، فعملت موضوع الخاتم. الخاتم ده بيجي ببطاريه بتقعد 7 ايام، وبيجي ب3 الوان مختلفه ممكن تختار منهم، هم الجولد، السيلفر والبلاك. الخاتم ده مصنوع من تيتانيوم جريد 5، واحد من اقوى انواع التيتانيوم اللي ما بيتجرحش تقريبا، وطبعا ضد الميه. الارقام فظيعه، وهو الاي تي ام 10 ده اللي هو لما تنزل مش عارف تقريبا اقولها لك، هي 100 متر تحت الميه، فاللي هو انت عمرك هتنزل، انت هتموت قبل ما توصل تحت، او 5000 متر فوق الارض تطلع بيه جبل ايفرست لو عايز. خاتم بيجي بسمك 2.6 مللي، والعرض بتاعه 7 مللي، وفي 9 احجام مختلفه ممكن ان انت تجربهم عشان تستخدمه. للاسف الخاتم ده مش موجود في الوطن العربي كله، سواء مصر، دبي، السعوديه، ولكن هو اختراع ومتحمسين جدا ان احنا نجربه قريب. دي تقريبا كل حاجه سامسونج قالت عنها. لو تحبوا ان احنا نعمل ريفيو للساعه الالترا دي قبل ما نعمل ريفيو للموبايل او للخاتم او حاجه زي كده، احب اسمع كل ارائكم في الكومنتس تحت. دي كانت تخطيطي لمؤتمر سامسونج انباكد
من باريس. شكرا لك عشان شفت الفيديو، واشوفكم في الفيديو الجاي.